عمرك جربت انك تسحب ملف حجمه كبير على اكسل ولقيته ما فتحش معاك؟ او انك دخلت تجرب تعمل فيجواليزيشن على اداه زي اس كيو ال، او انك تعمل اناليسيز لفيديو مش مجرد جدول؟ لو كل المشاكل دي قابلتك وانت محلل البيانات، هتلاقي ان شاء الله تعالى حل كل المشاكل دي عندنا في الكورس ده. هنتكلم في الكورس ده عن كل ما له علاقه بتحليل البيانات باستخدام بايثون، وهنتكلم على المكتبات الاساسيه اللي بتكون مع بايثون في تحليل البيانات، ويمكن اشهرهم مكتبه نمباي، بانداس، وماتبلوتلib، وسيبورد. هنتعرف كمان على مقدمه سريعه عن مجال تحليل البيانات، وهنختم ان شاء الله تعالى بكيس ستادي صغيره نفهم منها الموضوع ككل. المفروض ان شاء الله تعالى بنهايه الكورس انت هتكون عندك القدره على انك تتعامل مع مكتبات تحليل البيانات باستخدام بايثون. برضه هيكون عندك المهارات الاساسيه اللي لازم تكون عند محلل البيانات، زي مثلا مهاره تجميع البيانات اللي هي الداتا كولكشن، او المهاره بتاعه تنظيف البيانات او ما يسمى بالداتا بري بروسيسنج والداتا كليننج. هنتكلم كمان عن الداتا اناليسيس او ما يسمى تحليل البيانات الاستكشافي، وكمان هناخد فكره سريعه عن موضوع الداتا فيجواليزيشن. الكورس ده ليه متطلب واحد بس، هو ان حضرتك يكون عندك خلفيه كويسه عن بايثون، ثم ان الكورس ده مناسب جدا للناس اللي نفسها تتعلم مجال تحليل البيانات باستخدام البرمجه، خصوصا لغه البرمجه بتاعت بايثون، وكمان الناس اللي عاوزه تستعد للمجال بتاع الذكاء الاصطناعي، لان كل الشغل بتاع الذكاء الاصطناعي معتمد على فهم البيانات بشكل كويس وتحليلها وتوضيبها، وهو ده اللي احنا بنعمله في الكورس. كيف؟ خطوه اقرب للمستقبل.